أنا يؤلمني عندما أشوف طفل اللي هو أصبح المعيل لعائلته وواردة باليوم 10,000 ويتحدث بي بألم وحرقة، لأنه الأب إما مستشهد من جراء عمليات الإرهاب أو القتل الطائفي الصار أو حالات اللي تعرفوها أنتم كلكم في العراق. فكيف قلبنا يعطينا إنه نترك العراقي يكون ذليل بأيادي ظلمة، بأيادي جبابرة العصر الذين استولوا على المال العراقي، يأخذون مليارات العراق بغير حق، ويتركون الشعب العراقي وأهل العراق وأطفال العراق جياعة وليس لديهم أي مقومات في الحياة، وفي ظروف البرد لا يوجد لديهم ما يدفيهم ولا في الحر ما يبردهم. فهذا يحتاج لغيرة، والعراقي مشهور بغيرته. فإذا من منطلق هذا المبدأ، من منطلق واجبنا الإنساني، لأنه احنا نتأسى بسيرة حضرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو أتى رحمة للعالمين، ما قال فقط المسلم بل للعالمين، أشمله شمولية الرحمة جمعاء. فلذلك نحن على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قدم أصحابه، على قدم الكرار والحسين والعباس والجيلاني والكسنزاني. فإذا نكون خدما للفقراء، من يخدم شعبه يكون شهادة فخر ونصر وتاج على الرأس. فإذا والله لو كنا نعلم بأن هؤلاء فيهم خير لما دخلنا إلى الميدان وزاحمنا أحدا، لكن هؤلاء يوم بعد يوم يزدادون فسادا ويزدادون إصرارا على قضية شعبنا وناسنا. فلذلك واجب علينا جميعا أن نقوم بهذه الخطوة الجبارة الجريئة الذي يجب أن نيقظ العراقي. العراقي ما غافل، لكنه بحاجة إلى من يشد إيده ويقول له تعال ارجع للصف وتقدم، ونحن مع بعض وسوية نقوم بالتغيير الحقيقي وإن شاء الله ونحو الهدف المنشود اللي هو تحقيق الخدمة وبناء قائمة وطنية وحكومة وطنية يخدم ناسه وشعبه وأهله. نحن ما ندخل في متاهات الصراعات اللي يتهمون القوائم فيما بعضهم. احنا موضوعنا مو انتخابي، احنا موضوعنا موضوع عد وطن وموضوع بناء منظومة خدمة لناسنا ولأهلنا. فلا يغير الله بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإذا عزمتم فتوكلوا على الله. فإحنا عازمين وأنتم عازمون معي إن شاء الله حتى نقدم على هذه الخطوة ونسري نحو الأمام. لا تخافوا من شيء، حضرة الرسول بدأ بنفسه وانتهى بهذه الأمة العظيمة اللي الآن تعرفون التعداد قريب 2,000,000,000 من المسلمين في العالم. فنحن إن شاء الله رسالتنا رسالة إنسانية، رسالة محمدية حسينية كرارية جيلانية كسنزانية إن شاء الله. فأنتم تكونون النواة لوحدة القلوب بين العراقيين ولوحدة هذه الطاقات المباركة الشبابية القوية إن شاء الله. كل واحد بيكم ب100 إن شاء الله أو ب1000. فنحن نريد من هذه الطاقات الاستمرار وعدم التراجع والضعف، ولا يغروكم بشيء، أنتم الأعلون. شي يريد ينطيني؟ منصب، مال؟ أنا ما محتاجة، أنا محتاج أخدم بلدي وناسي وأهلي. لذلك توحدون فيما بينكم وتقسمون مهامكم، لأنه التقسيم والتوزيع الواجبات يحقق الهدف. وعدم التراجع، الإصرار الإصرار الإصرار. الله سبحانه وتعالى امتحن أنبياء ورسله بالإصرار، وأنط مثل لنا وللمؤمنين حتى يكونون على قدم أنبياء اللي هو يحبه، اللي هو الإصرار والعزيمة والقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي لا تستهين بشيء
فإذا عزمتم فتوكلوا على الله، فأخذوها بقوة والتوكل. لذلك أنا أريد بكم أنتم أهل التوكل وأهل العزيمة إن شاء الله، ونفوت بها ونقدم الخطوة ونثبت لبقية العالم بأن العراق والعراقي لا يذل، والقادم أكبر، ويكون هنالك إن شاء الله أمل للمنطقة، لأنه أنتم خيمة بقية الناس أيضا. والعراق عندما يكون قوي وواقف على رجله فهذا هو أسد الميدان اللي سوف يكون إلى يد الطولة في خدمة الإنسانية والبشرية إن شاء الله. لكنه بالبداية نبدأ بالعائلة بأنفسنا اللي هو العراق، بخدمة نفسنا. أول مرة نطفئ الجمر الذي تحت القدم ومن ثم ننطلق إلى خارجها. فأنتم الآن تهيئون إن شاء الله الرابطة الحقيقية بين ناسنا وأهلنا من كل طوائفنا، وتتحركون عليهم. اللي يريد السعد والخلاص نحن نعطيه السعد، نحن نعطيه الخلاص. فأنا ما أريد أطيل عليكم، وإن شاء الله كل أمل فيكم وبكل إخوانكم الآخرين، وتوصلون رسالتنا إلهم. وإن شاء الله أنتم الآصرة والنواة للعراق الجديد القادم بوجودكم، بوجود هذا الجمع المبارك إن شاء الله من المؤمنين بالعراق وبأنفسهم وبالله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله ليس بالعدد، فهو بالهمة والإيمان، وهذا الإيمان الذي ينبع من داخلنا اللي هو يقوم بالتغيير إن شاء الله ويوحد صفنا. احنا نريد الطفل العراقي يكون من بين أطفال العالم اللي يقدم له الخدمة الحقيقية، والعائلة والمرأة والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن تكون لهم العناية والرعاية الاجتماعية والصحية الصحيحة. العراقي ما يستجدي، العراقي يأتي ويطلب حقه ويدفر الباب على المسؤول ويقول أنا محتاج فلان شيء. فأنت واجب عليك إن شاء الله تكون أنت في المسؤولية، أنت تأدي للسلام وتقوم له بواجبه دون أن تمن عليه، لأنه هو صاحب الفضل عليك، وليس أنت يا مسؤول صاحب المنية على العراقي عندما تقدم له خدمة. لأنه لولا هذا البطل العراقي وهذا المواطن العراقي لما أنت كنت على هذا الكرسي أو هذا المكان اللي أنت جالس فيه. الآن أصبح الجالسون على الكراسي كأنما فراعنة العصر، وكأنما يمنوا ويتمننوا على المواطن عندما يقوم له بواجبه اللي هو مفروض لازم يقدم له. لذلك نحن نقوم بالخدمة ونكون ممنونين لهذا المواطن اللي أتى وطلب من عندنا هذا الخدمة، لأن هذا هو واجبنا، هذا هو مسيرتنا، هذا الذي تعلمناه من حضرة الرسول ومن سيرة خلفائه ومن سيرة صحابته ومن سيرة أخياره وأهل بيته عليهم السلام.